السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بصور معاكم من الغيط. جاي اجيب من هنا خضرة محشي واجيب كرنب، وانا جايه اصور معاكم كده. دي ارضنا، فحبيت اوريكم جمال الطبيعه واوريكم الخضره اللي انا هجيبها، واوريكم احنا زارعين ايه. ده هنا كده اللي تحت ده الاول كده، ده برسيم زارعينه طبعا عشان المواشي وكده. واللي تحت بقى هنا ده لفت، وفي هنا برضو كرنب اهو، وخس وجرجير وزرعين خضرة محشي ليه شبت وكزبرة وتوم. هنا برضو هوريكم، تعالوا نمشي سوا مع بعض هوريكم كل الحاجات دي. وزارعين فول. احنا هنا بنحب نزرع كل حاجة في الأرض، فشايفين الأرض جميلة ازاي، وشايفين جمال الطبيعة وجمال الريف. انا هصور معاكم كل ده ووريكم برضو بالتليفون. دي أرضنا، أرض والدي. هو زرع فيها حاجات كتير، بابايا بيحب يزرع كل حاجة في الأرض فزرع لنا حاجات كتير اهي. وماما اللي زرعة ديت زرع الكرنب ده والخس وتوم وجرجير. هو الجرجير هناك لسه مصورتوش، بس ده هنا الخس والكرنب وكده والفول. تعالوا اوريكم الجرجير. وده لفت هناخد منه دلوقتي، ده تحت رجلي ده هناخد منه دلوقتي لفت. وهجيب بقى خضرة محشي، وده الجرجير هنا اهو، ايوه ده، وخس وكده وشبت هناخد منه بقى عشان نعمل المحشي دلوقتي. هنا بصوا شايفين ده جمال الطبيعة وجمال الريف. بصوركم ده بيوتنا ودي بلدنا ودي حياتنا كده. احنا بنزرع كل حاجة في أرضنا وبناكل من خير أرضنا. فبسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال عامل ازاي، جمال الطبيعة وجمال الخضرة. حاجة بجد جميلة جدا. وشايفين الهدوء اللي في الريف، بصراحة منظر جميل جدا، منظر طبيعة حلو قوي. ده بقى ايه اللفت هناخد منه، هنقطع منه دلوقتي. وهنقطع كمان من الجرجير، وهاخد توم. كل الحاجات بقى اللي احنا محتاجينها دلوقتي في البيت انا جاي عشان اجيبها، قلت اصورها معاكم عشان تشوفوها. وهناخد كرنب برضه عشان نعمل محشي، بس الكرنب الكبير هناك كده تحت كده، هنجيبه من هناك. اللي هنا ده لسه الصغير. هنشوفها دلوقتي سوا. بس يلا، انا خلاص خلصت، جبت الخضرة اللي انا كنت عايزاها. هنروح دلوقتي، هنرجع البيت عشان بقى نغسل الخضرة اللي انا جبتها واوريها لكم انا جبت ايه. ونقعد بقى مع بعض كده نعمل محشي. المحشي ده كل حاجة انا جايباها فيه من عندنا من الارض من غيطنا. وهوريكم بقى خير الفلاحين والحاجات الجميلة اللي بتبقى عندنا في الارض. احنا ما بنشتريش حاجة خالص، ده كل حاجة من ارضنا، من خير ارضنا الحمد لله. هوريكم بقى لما نروح البيت، هغسل كل حاجة واوريها لكم ونشتغل مع بعض بقى ونعمل المحشي سوا، المحشي الفلاحي الجميل. وهنشوف بقى كل حاجة انا جبتها. دي يا حبايبي الكرنب، انا قطعته معاكم. هو الكرنب اهو، دي الكرنبايه انا جبتها قطعتها معاكم اهو. فجبت الورق بتاعها كده ورقتها كده زي ما انتم شايفين، قطعت الورق بتاعها. هاخده دلوقتي اسلقه، انا عامله له هنا ميه سخنه هسلقه فيها. وبعد كده جايبه مع السلق وخضره تانية هوريها لكم برضو. بس الاول انا قلت اقطع الكرنبايه واوريها لكم. انا دلوقتي سلقت الكرنب اهوت معاكم. ده الكرنب اللي انا جبته من الارض سلقته. وده هنا ده ورق توم برضو عشان احطه على المحشي. ودي خضرة محشي شبت وكزبرة. وده السلق اللي احنا جبناه، بس انا لسه ما سلقتهوش، انا سايباه كده قلت اوريهولكوا الاول قبل ما يتسلق. شوفوا جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلو. معانا ده السلق. وده بقى جرجير جايباه انا هنا اهو،
وجبت برضو خس، بس طبعا معرفش احطه على الصينيه عشان هو كتير. وده السلق اهو الجميل، بيبقى طعمه حلو قوي 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 في الاكل. وبتحط عليه توم، التوم الاخضر ده ده سر المحشي بقى، بيخلي المحشي جميل. وعندي هنا دي شوربه كانت في الفريزر مطلعها تفك معايا عشان ازود بها المحشي، بيبقى طعمها حلو قوي. والسلق ده بجد بجد ملهوش حل، انا عايزاكم تجربوه بجد ملهوش حل. اطعم كمان من الكرنب ده. انا لما اجي اعمل محشي بجيب لهم الكرنب، بس بجيب لي انا السلق عشان بيبقى طعمه حلو قوي. اللي بجد بجد اللي داقه مره مش هينسى حلاوته، لانه هو جميل قوي، بيعمل زي الزبده كده. فانا جبت دولت اعملهم، وجايبه بقى الخضره والحاجات دي كلها من الارض. وانا بقى قلت اصورها لكم واوريكم خير بلدنا وخير الطبيعه، خير الفلاحين والارض عندنا. كل حاجه بنيجي بنعملها من ارضنا، ما بنشتريش حاجه. كل الحاجات دي انا جايباها من عندنا من الارض، ما اشتريتش حاجه خالص. الثوم والخضره والسلق والجرجير هنا والخس والكرنب، كل ده من عندنا من الارض. حاجات جميله حبيت اصورها لكم. انا دلوقتي بقى هروح اعمل محشي سلق وكرنب طبعا، وهخلص كده واوريكم بقى كل اللي انا عملته، واستنوني بقى. اخلص المحشي واخلص واطيبه واوريهولكم عشان ما اطولش عليكم عشان وقت الفيديو بس. يا حبايبي نهايه المحشي انا عملته اهوت، يا رب يكون عجبكم. عملت جنبه هنا بط، انا بصور بس بايدي، وهنا اهو. يا رب يكون المحشي عجبكم، مكنش طولت عليكم. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وشير، ومتنسونيش بقى في التعليقات بتاعتكم الجميله دي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم بقى في فيديو تاني، واشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.